السلام عليكم يا فندية. اتكلمنا في الفيديوهين اللي فاتوا عن احتياجاتك في العربية، ازاي تحددها وازاي تقسم فلوسك وازاي تختار اللي يناسبك بالفلوس دي. في الجزء ده هنتكلم عن عملية الشراء نفسها، تشتري جديد ولا مستعمل. بص، انا شخصيا معرفش ولا اي حد تاني يعرف، ده قرارك انت لازم تاخده بنفسك، علشان محدش هيعرف ظروفك دي قدك. اللي انا هعمله في الفيديو ده هو اني هقولك مميزات وعيوب كل اتجاه من الاتنين، وهقولك على شوية حاجات تانية وانت بعدها تقدر تاخد القرار بنفسك. الجزء الاول ده مخصص للناس اللي بتشتري عربيه للاستخدام الشخصي. شوف يا فندي، قدامك 3 اختيارات: اما مستعمل او كسر زيرو او زيرو. المستعمل مميزاته انه بيفتح لك خيارات كتير جدا. انت لو معاك 30000 جنيه قصادك على الاقل 10 عربيات. عندك برايد، سويفت، اكسل، اونو، كورسا، فليشيا، الانترا تسعينات، ماروتي، ايبيزا، بيجو 504، تويوتا ستارليت، لانسر عيون صفيه. المهم يعني عندك عربيات كتير جدا كلها هتناسب احتياجاتك، وانت حسب دماغك تشوف انت عايز ايه. تخيل اصلا ان ده يا دوب ب 30 35 الف جنيه. انت قدامك كل الخيارات دي وانت بتدور في سعر قليل جدا. تخيل بقى لما تطلع كمان بالميزانيه، هتلاقي الخيارات زادت واتفتحت اكتر، وهتبتدي تختار اللي يناسبك اكتر. كمان عندك ميزه مهمه جدا في المستعمل، انك تقدر تجيب العربيه النهارده تقعدها معاك شويه، ما عجبتكش هتبيعها بنفس السعر بالظبط، ومش هتخسر فيها اي حاجه غير يا دوب بس شويه الوقت والمجهود اللي انت ضيعتهم معاها. ده خيار ممتاز لو انت مش عارف انت عايز ايه وبتشتري اول مره، او لسه متردد والفلوس اللي معاك هتحتاجها في وقت قريب وتعوز تبيع، او حتى بتحب تغير العربيه كتير وتجرب غيرها، يا دوب هتعمل توكيل وتقلب، او حتى هتجيب عربيه وعارف ان هيبقى معاك فلوس قريب وهتغير لحاجه اعلى. ده هيبقى خيار ممتاز يحافظ لك على فلوسك. عيب المستعمل بقى معروف، انت هتتعب جدا عشان تلاقي حاله مناسبه، وممكن الموضوع ياخد منك شهور لغايه ما تلاقي عربيه كويسه، وارد جدا جدا يتنصب عليك ويطلع فيها مشاكل. وحتى لو انت معاك يعني شيخ المعلمين بيكشف على العربيه، عادي جدا انك تكشف على كل حاجه وبعدين يطلع فيها مشكله ما ظهرتش ساعه الكشف. كمان في احتمال وارد ما يكونش ورقها سليم، او يحصل نصبايه في الموضوع يعني، وده ريسك لازم تاخده لو انت بتجيب عربيه مستعمله. مفيش حلاوه من غير نار. غير بقى طبعا العربيات دي بتحتاج صيانه مستمره، مش هتصرف تفتح بقها يعني والكلام ده، ولكن اي عربيه ماشيه سنين طبيعي جدا انها تصرف معاك اكتر من الزيرو. السكه التانيه اللي قدامك هي سكه كسر الزيرو. دي عربيه يا دوب موديل السنه او السنه اللي قبلها، وماشيه ما لا يزيد يعني عن 20 25 الف كيلو بالكتير قوي 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 يعني. ودقيقه بس هنا كده يعني، في ناس بتكتب على عربيات موديلات 3 4 سنين فاتت كسر زيرو، وعربيات ماشيه اكتر من 50 الف كيلو كسر زيرو. زيرو ايه؟ زيرو ايه؟ ده انت هرست وشها سواقه طالع نازل بقالك 3 سنين وبتفرك في فرشها لما نحلته. هي كده كسر زيرو يالا؟ هتبقى مستعمله امتى طيب يعني؟ في الذكرى المئويه؟ العربيات كسر زيرو دي هي الخيار الوسط. انت معاها بتشتري عربيه شبه جديده، يا دوب ركبها واحد بس قبلك وملحقش يستخدمها كتير، بتفتح لك خيارات برضو اكتر من المستعمل، وبتشيل من عليك نقطه مهمه قوي وهي نقطه كسر الزيرو. اي عربيه بتجيبها زيرو بتخسر فيها فلوس في الحال. لو افترضنا مثلا يعني ان انت جبت عربيه ب 100000 جنيه وصرفت عليها 3000 جنيه ترخيص وورق وخلافه، وجيت بكره الصبح حبيت تبيعها، مش هتجيب لك اكتر من 95000 جنيه. متخيل؟ انت خسرت 8000 جنيه وانت ما طلعتش بيها بره القاهره تقريبا. ومع الوقت الخساره دي هتزيد ومش هتبقى مقبوله ولا عاديه غير بعد سنتين مثلا من استخدام العربيه. ساعتها هتبقى اللي خسرته ركبتها بيه وكله تمام. فكسر الزيرو عامل زي المستعمل، زي ما بتشتريه تقدر تبيعه بنفس الثمن على طول لو ما عجبكش، ولو شاطر كمان تقدر تكسب فيه وتبقى راكب عربيه جديده وما خسرتش فلوسك. مشاكلها ايه بقى؟ احتمال ان العربيه دي تبقى عامله حادثه وتلبيسها عالي جدا. العربيات الجديده الناس بتجري بيها عاده وتبقى فرحانه بيها قوي، وبعدين لو لا قدر الله حصل حادثه الناس بتصلحها بسرعه وتبيعها على انها كسر زيرو قبل ما يبان فيها الهلك وتخسر اكتر من فلوسك. كمان هتلف كتير عشان تلاقي كسر زيرو من الموديل اللي انت عايزه. غالبا بتبقى عربيات قليله، ومش كل اللي بيشتري جديد اصلا بيحتاج يبيعه في اول سنه. بتبقى غالبا برضو ظروف او ضائقه ماليه او غيره، فهتلف وراها شويه. محتاج تصبر وتتقل لحد ما تلاقي العربيه اللي انت عايزها، ولما تكشف تدعي ربنا وحده قادر يدلك على الصح. في ورش دلوقتي اكل عيشها بالكامل
انك تودي لهم العربيه متطربقه فوق بعضها يخرجها لك ما فيهاش اثر لرش ولا شغل لدرجه يكاد يكون مستحيل انك تعرف العربيه دي حصل لها حاجه. انا عربيتي الشخصيه اشتريتها كسر زيرو، وبعد 3 سنين اكتشفت بالصدفه انها كانت واخده خبطه قدام. 3 سنين ما عرفتش الا بالصدفه لما حليت الوش عشان اعمل فيه شغل. وياما شفت عربيات حوادث كتير كانت رايحه من تاجر لتاجر والاتنين خبره سنين، ولا واحد في الاتنين عرف انها كانت مقلوبه قبل كده. بعدين هيتفضل لك الخيار الزيرو. احلى حاجه في الزيرو انه تريح دماغ، وبتريح قلبك بقى وفلوسك جاهزه وتشوف ايه اللي موجود في السعر ده وتاخده جديد من غير مشاكل ولا صداع. الزيرو كويس لو انت ناوي تقعد العربيه دي كام سنه وما بتفكرش تبيعها خالص، وكمان الحال متيسر ولو اتزنقت مش هتفكر تبيع العربيه، فانت ما عندكش ازمه. ميزته كمان ان مفيش مصاريف الا الصيانات الدوريه، ولو العربيه اعتماديه مش هتصرف معاك الا البنزين بس، ومفيش الخطوره بتاعت ان العربيه تبقى عامله حادثه يعني الا نادر جدا يعني. فكره انك اول مالك وريحه الزيرو والكلام ده برضو حاجه ممتعه. بس عيوب الزيرو النقطه اللي قلنا عليها فوق، انك هتخسر فلوس لو جبته كاش وحبيت تبيع في اي وقت، ولازم تعادل معاك العربيه فتره كبيره عشان تتفادى الخساره دي. فلو جبتها وما عجبتكش انت كده خلاص لبست ومكمل معاها لغايه ما ربنا يفرجها. كمان انت محكوم بالصيانه في الوكيل عشان ما تخسرش الضمان، وفي كتير من الحالات ما تقدرش تعدل حاجه في العربيه عشان برضو الضمان. ولو اشتريت بقى قسط فانسى نهائي فكره انك تبيع دي، هتدخل نفسك في حوارات ودوامات ملهاش وصف. فالخلاصه انت حسب ظروفك اللي تقدر تحدد تجيب زيرو ولا كسر زيرو ولا مستعمل، وده في حاله كانت العربيه استعمال شخصي. طب هنشتري عربيه للشغل، ركز بقى كده يا بركه الله يكرمك عشان شقاك ما يروحش. مفيش شغل مضمون في البلد دي نقطه ومن اول السطر. سواء كنت تبع معرض او شركه او توصيل تبع اوبر وغيرها، اي شغل من دول معرض في اي وقت لا قدر الله انه يقف، وبالتالي انت محتاج تبقى جاهز لده. في ناس بعتوا لي بيقولوا لي معاهم 80000 جنيه مقدم وعايزين يجيبوا عربيه للشغل. اقول له هات اقل حاجه مطلوبه للشغل مستعمله، يقول لي لا انا عايز جديد. اقول له طيب هات حاجه في حدود 140000 اقل حاجه مطلوبه تقريبا، يقول لي لا انا عايز حاجه حلوه ومريحه وفيها فتحه سقف وشويه تجهيزات ومش عارف ايه وبتاع، ومعاك لغايه 200000. انت جايب العربيه تشتغل بيها ولا هتتفسح بيها؟ لو بتشتري عربيه لشغل هات اقل حاجه مسموح بيها في الشغل ده، بحيث تبقى مديون باقل مبلغ ممكن، وتضغط اقساطك دي عشان تخلصها في اسرع وقت وترتاح من الدين اللي فوق دماغك. عربيه الشغل دي راس مال لازم تحافظ عليه. لما بتشتري عربيه زيرو للشغل كده انت اصلا بتخسر من راس المال وانت لسه ما عملتش اي حاجه. العربيه لو افترضنا انها 100000 جنيه وبالقسط عامله 150، كده في 50000 جنيه بتوع الفايده راحوا منك وانت لسه ما كسبتش جنيه. المستعمل بيقفل باب الخساره ده، وما تقولش ما هو بيصرف صيانه. صيانه المستعمل في ايدك وتحت رجلك تظبطها زي ما انت عايز. مش قسط مطلوب منك كل شهر، لو اتاخرت عليه هينزل عليك فايده، ولو لا قدر الله تعثرت مش هيحبسك. معكش تجيب مستعمل يبقى تجيب اقل زيرو يناسب شغلك، وتضغط قسطه باقل فايده في اقل وقت ممكن، وتضغط على نفسك لحد ما تسد فلوسك، وبعدين يبقى معاك عربيتك خالصه اعمل بيها بقى ما بدالك. ما تريحش نفسك وتقسط على 7 سنين ويجي الشغل يقف في النص وتقول اجيب منين واروح فين واعمل ايه. ربنا يرزقكم بالحلال جميعا ويوفقكم الخير. اتمنى اكون الفيديوهات دي شرحت لكم ازاي تشتروا عربيه وازاي تاخدوا قرار وازاي تنظموا الموضوع عشان تشتروا عربيه فعلا تناسبكم، سواء كنتوا هتستخدموها او هتشتغلوا بيها. كمان لو عندكم اي استفسارات بخصوص الحاجات اللي انا قلتها او اي فيديو من الثلاث فيديوهات يا ريت تبعتوها لي سواء في الكومنتس او في رسائل. ولو عايزين اي استشاره في انك تشتري عربيه او حاجه عايز تفهمها في احتياجاتك قول لي وانا اساعدك. شكرا لكم يا فندم على المتابعه. اتمنى تكون الفيديوهات دي مفيده، واتمنى تعرفوني لو عايزين من نفس نوعيه الفيديوهات دي غير ريفيوز العربيات، واحاول ان شاء الله اعمل لكم منها تاني. شكرا لكم، السلام عليكم.